السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة على قناتي. لا ماشي جديدة، وصفة قديمة، ولكن الفيديو اللي جديد. الوصفة تقاسمتها معكم جوج الأعوام، يعني قبل من هذا العام. تقاسمتها معكم باللوز وجنجلان، وصفة شباكية باللوز وجنجلان، ولكن اليوم غادي نتقاسمها معكم في فيديو جديد. شباكيه بجنجلان، كتجي حتى هي رائعه، وكتجي هشيشه، وكتجي مجعبه، كتجي معلكه. صراحه النتيجه ديالها رائعه، وفي نفس الوقت كتكون اقتصاديه. فما نطولش عليكم، ندوزو الفيديو وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو المكونات هاد الوصفة: كيلو ديال الدقيق الابيض الممتاز الخاص بالحلويات اللي سبق لي غربلته. غادي نحتاج ملعقة كبيرة ديال النافع مطحونة جيدا ومغربلة، ملعقة كبيرة ديال القرفة مطحونة حتى هي جيدا ومغربلة، وملعقة كبيرة ديال حبة حلاوة عفوا مطحونة ومغربلة، وعندي رأس ملعقة ديال الخميرة المجففة الخاصة بالخبز، 8 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات، وربعة الحبات ديال المسكه الحره اللي طحنتهم مع القليل ديال السكر. عندي هنا كاس ديال العنبه ديال المزهر اللي رطبت فيه واحد الضويمه ديال زعفران. تقدروا تعوضوها بزعفران الشعره، فمن الاحسن كيجي المذاق ديالو عاطي اكثر من الضويمه. صافي. وهنايا عندي ربع كأس ديال الخل، ما يعادل 4 المعالق كبار. عندي هنا كأس الا ربع ديال الزيت النباتي، تقدروا ديروا خليط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتي. عندي هنا كاس مملوء ديال جنجلان اللي مطحون ومغربل. هنا عندي جنجلان ما محمر ما مصهد، جنجلان عادي. وغادي نحتاجو ايضا كاس ديال العنبه ديال زبده نوازيت. هنا اختاريت زبده من اصل حيواني، ممكن تعوضوه بالزبده المارغرين، كتبقى النتيجه بحال بحال، غير المذاق كيكون مغاير شويه. خديت الزبده وذوبتها حتى حصلت على زبده نوازيت. صافي انا خليتها في الكاسرونه غير باش تبقى ليا دافيه، ما تجمدش. صافي هنا غادي ندوز نجمع هاد النواشف ولا نخلطهم مع بعضهم. خليت غير الخميره كيف ما شفتوا معايا، درتها في واحد الكاس ودرت عليها ملعقه ديال الماء، وخليتها ملعقه ديال الماء دافيه من طبيعه الحال، وخليتها على جنب حتى غادي نضيفها مع المزهر ومع الخل. بالنسبه للماء ما ذكرتوش في المقادير لان كميه منه ضفتها الخميره، ولا احتاجيت شي حاجه غادي نضيفها حتى كنجمع العجين، وغادي نقول لكم شحال هزات معايا ديال الماء. صافي غادي نستمر بهذه الكيفيه اللي كتشوفوا معايا. كنحاول نخرج هذيك الدهون اللي كاينه في جنجلان، كنحاول نخرجها. كنبقى نمعك في هذا الخليط ديالي بهذه الطريقه حتى كينسجموا لي المكونات مع بعضها، وكنغربلهم باش هكا كنحيد الا كانت شي شوائب زايده، كنحاول نحيدها باش يكون عندي عجين اللي رطب، ما كيتقطعش ليا في التسراح، وما غاديش يخسر ليا التشباك ديالي. صافي هنايا ضفت الدهون اللي عندي، الزيت والزبده، وكنحاول نمعك هذا العجين اولا هذا الخليط جيدا بهذه الطريقه حتى كيتلبس ليا هذاك الدقيق بهاد الدهون اللي انا ضفت ليه. صافي من بعد ما معكته مزيان، صافي هنايا ضفت السوائل اللي عندي، الخل والمزهر، دفيتهم وضفت ليهم هذيك المعلقه ديال الماء مع الخميره، وجمعت بهم العجين حتى حصلت على عجين بقوام قاصح كيف ما كتشوفوا معايا. كنحاول نمعكو مزيان باش هكا كيطلق ما بين ايديا وكيجيني ساهل. هذه الا كنت انا زربانه على العجينه نحاول نمعكو. بالنسبه للماء هزت معايا 2 معالق، الملعقه الاولى هي اللي فيها الخميره، والملعقه الثانيه هي اللي ضفت. صافي حتى حصلت على عجين بالقوام اللي قاصح كيف ما شفتوا معايا. ثم تقدروا تحتاجوا اكثر من 2 معالق ديال الماء، ولا تحتاجوا اقل على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي خدمتوا بها، وعلى حساب الطريقه اللي خدمتوا بها الشباكيه ديالكم. صافي من بعد ما جمعت العجين ديالي دخلته البلاستيكه لمده ديال 10 دقائق حتى تطلق ليا،
ورجعت هنايا قطعته الحصص وسرحت كل حصه بهذه الطريقه وطويتهم بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا باش هكا كنحصلوا عفوا على شباكيه اللي كتكون مجعبه صافي وكتسهل علينا حتى العمليه. كنجمع هادوك الحصص اللي طويت كاملين في بلاستيك وكنرجع في نفس الوقت كنرجع لاول حصه وكنسرحها بهذا الشكل. كنعطيها الطول اكثر من العرض. الطريقه ما كتخليش لينا الكسور بزاف. صافي من بعد ما سرحتها بالمدلك دوزتها في الوراقه على رقم اللي رقيق. ضروري ما العجين ديالنا يكون رقيق. كندوزو بهاد القطعه ديال الشباكيه صراحه غزاله كتخرج لينا شباكيه من نفس الحجم كامله كتكون عندها حجم واحد. في هنايا من بعد ما قطعت دوك الاشرطه كنحصل على قطاع ب5 ديال الاشرطه. كناخذ اول قطعه اللي فيها 5 ديال الاشرطه يعني القطاع اللي عندي ديال الشباكيه ولا القطاعه كتخرج ليا 5 ديال الاشرطه. كناخذ الشريط الاول وكنقلبو على الشريط الثالث وكناخذ هذوك الاشرطه بجوج وكنحطهم فوق الشريط الخامس كيف ما كتشوفوا معايا ماشي كنقلبهم كنحطهم فوق الشريط الخامس. وكناخذ هذوك الاجنحه ديال اللي كيبقاو هكاك هابطين كنحاول نقرصهم مزيان باش ما كيتحلوش لينا في القلي صافي. وكنقلب دائما كنبقى حاطه صبعي بهذيك الطريقه وكنقلب على طاوله ديال العمل كنحصل على هذا الشكل صافي. وكنقرص هاد الجوانب مزيان باش ما كيتحلوش لينا في القلي. ضروري ما نقرصوهم مزيان. وهذا هو الشكل ديال الشباكيه ولا الوريضه ديال الشباكيه كيجي رائع ما شاء الله كيف ما شفتوا معايا وتشبيكه اللي سهله. غادي نعاودها معاكم. عندي القطعه فيها 5 ديال الاشرطه كناخذ الشريط الاول وكنقلبو على الشريط الثالث يعني كنقلبو ماشي كنحطو. وكناخذ دوك جوج اشرطه اللي قلبت الاول قلبته على الثالث كناخذهم بجوج وكنحطهم فوق الخامس صافي. وكنجمع هذوك الجوانح ولا دوك الطريفات اللي كيبقاو هكاك باينين كنقرصهم مزيان وكنقلب على طاوله العمل. دائما صبعي كيبقى في الوسط ديال هذيك الدائره وفاش كنبغي نقلب كندخل صبعي في الدائره الثانيه صافي. هذه التشبيكه الثانيه حتى هي 5 ديال الاشرطه كنسرحهم كندي جوج فوق جوج وكنجيب هذاك الخامس اللي كيبقى لينا كنجيبو كنحاول نجرو للطرف الثاني ماشي الطرف اللي كيكون غادي يتنى عليه اللي تحت منه لا كنجرو للطرف الثاني صافي. وكنجمع هذوك جوج هذوك جوج جوانح ولا اجنحه كنجمعهم كنقرصهم مزيان وكنقلب الشباكيه. غادي نعاودهم معاكم صافي. غادي نتني جوج على جوج وكناخذ هذا ما كنحطوش كيف ما وريتكم في المره الاولى كنجيبو حتى للثاني صافي. وكناخذ هاد جوج كناخذ هاد جوج طروفه ولا اجنحه ولا المهم راكم فهمتوني علاش كنهضر صافي. كندير لهم هاد الطريقه وكنخشي صبعي من تما وكنقلبها على طاوله العمل كنحصل على نفس الوريضه ديال التشبيكه الاولى صافي. كنحاول نقادها الا ما مقاداش ولا كانوا هاد الجوانب زايدين كنقطعهم. وضروري ما نقرصوا الجوانب مزيان باش ما كيتحلوش لينا في الزيت. الا بغيتو تبقاو محافظين على نفس الوريضه اللي شبكتو بها حيت لا تحلت راه ماشي مشكل وما غاديش يكون شي شكل اللي خايب ولا شي حاجه غير باش تبقى ديك الوريضه بحال هكا كنبقاو ضروري ما نقرصوها مزيان صافي. هنايا من بعد ما كملت التشباك ديال العجين ديالي كامل هذه هي الكميه اللي حصلت عليها كميه لا باس بها يعني اي سيده تقدر ديرها في دارها غير بوحدها بلا عوين صافي. هنايا غادي ندوز للمرحله ديال التقلي. درت الزيت ديالي كتسخن وقبل من الزيت درت العسل لان العسل ديال المعسلات كيف ما كتعرفوا كتكون ثقيله درتها كدفى شويه باش هكا كتطلق حيت لا درنا فيها الشباكيه وهي ثقيله هذيك الشباكيه غادي تهرس لينا فضروري ما ندفيوها غير شويه
ماشي كنسخنوها غير كندفيوها. وكيف ما شفتوا معايا انا قسمتها لجوج زلايف كبار فاش غادي نطفي الشباكيه. يعني القليه الاولى كنديرها في الزلافه الاولى، والقليه الثانيه في الزلافه الثانيه، والقليه الثالثه عاد كنهز القليه الاولى وكنحط فيها القليه الثالثه وكنستمر بهذه الطريقه باش هكا كتكون الشباكيه ديالي شربات العسل مزيان وكل قليه خدات حقها في التعسال. طريقه اللي كتكون عمليه وكتكون مزيانه. صافي هنا من بعد ما قليت الشباكيه ديالي درتها في طبق التقديم اللي غادي نصوروا معكم ان شاء الله. هذه هي الشباكيه ديالي كيف ما كتشوفوا معلكه ومجعبه وشاربه العسل ما شاء الله. شوفوا معايا دوك البواقات عامرين عسل، كامله مجعبه دون استثناء. هذه هي النتيجه ديال الشباكيه اللي حضرت معكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال رضاكم وتبارطاجيوه اكثر واكثر باش تكبر هذه القناه ان شاء الله بالفضل ديالكم. وضروري ديروا لي دوك اللايكات ديالكم ودوك التعاليق الزوينين ديالكم. ولهنا نخليكم الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الرحمن.